بحترم طبعا جماهير الاهلي، بقابلها في الشارع ناس محترمه وناس مؤدبه وبقابلها بمنتهى الادب والاحترام. تاني بقول اهو مجلس اداره النادي الاهلي في معاه بقى اللي انا متخانق معاه دون وعامل معانا مشكله معاه. بقول لك ايه؟ هو انا اللي عامل مشكله مع النادي الاهلي يا خالد؟ مين اللي عامل المشكله مع اتحاد اسكندريه؟ مين اللي عامل المشكله مع الاسماعيلي؟ مين عامل المشكله مع المصري؟ مين اللي قال على الالتراس قدام وزير الداخليه ووزير الشباب والرياضه وقدام 18 رئيس نادي منهم رئيس نادي الاتحاد ويسالوه بيتكلم عن اهالي الشهداء بتوع بورسعيد اللي هم الولاد اللي هم ماتوا شهداء بتوع النادي الاهلي دول اهلهم مجتازين خدوا اكتر من حقهم. اقسم بالله العظيم وحياه صيامي قال كده قدام وزير الداخليه. واخد بالك؟ مين اللي عامل المشكله مع مصر كلها؟ احنا ما عندناش مشكله، احنا كل علاقاتنا بص ياسر في بورسعيد صديق عزيز. واخد بالك؟ طبعا محمد السعود صديقنا في الاسماعيليه. الاتحاد الاسكندري الدكتور محمود مشالي، محمد دي عبد السلام، فرج بعامر العلاقه بيه محترمه جدا. عايز اقول لك علاقتنا بكل الانديه علاقه محترمه عشان بنخبط على الباب. انما شغل القرصنه الجديد ده عمر ده ما كان اسلوب النادي الاهلي ومش هينفع معايا. طيب هسألك سؤال تاني يا سيادة المستشار. انا صوتي مش عالي، انا راجل بحترم نفسي وقوي. واخد بالك؟ ولما حد بيغلط في الزمالك بقطع له لسانه وانت عارف كويس قوي كده. طيب هسأل سؤال يا سيادة المستشار. عمرو